ايه حكم اكل الرنجة والفسيخ يوم شم النسيم؟ هنا لازم تعرف ان المسألة دي مقسومة لقسمين. الجزء الاول منها اللي هو الرنجة والفسيخ اللي هو الاكل في اصله حلال لان ده من الطيبات من الرزق. من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الجزء الثاني بقى اللي هو له علاقة بشم النسيم، هو عيد طبعا لكنه مش من اعياد المسلمين. فهنا اللي بيحرم الاكل في اليوم ده مش بيحرم عشان الاكل في حد ذاته، لكنه حرم لانه اعتبر ان الاكل في اليوم ده بالذات مظهر من مظاهر الاحتفال باعياد غير المسلمين. لازم نفهم ان المسألة دي في اصلها راجعة للنية. بياكل رنجة وفسيخ يوم شم النسيم لازم نسأله سؤال مهم قوي، انت بتاكل ليه الاكل ده بالذات في اليوم ده بالذات؟ فلو قال باكله والله تعبدا لله، شايف اننا لازم نحتفل بالعيد ده باكل الرنجة والفسيخ. زي كده بالظبط لما بنحتفل يوم عيد الاضحى بذبيحة الاضحية وباكل لحمها. هنا بقى نقول له انت وقعت في حرام وحرام كبير كمان لانك زودت تشريع في الدين. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن لو واحد قال انا باكل الرنجة في اليوم ده عشان بحب الرنجة، اشتريتها يوم شم النسيم عشان ده الموسم بتاعها ووقت انتشارها. زي كده ما بشتري الكحك في ايام عيد الفطر. احنا مش بنشتري الكحك في عيد الفطر تعبدا لله والا تكون بدعة، اما بنشتري الكحك في الوقت ده عشان ده الموسم بتاعه ووقت انتشاره. حتى الاكلات دي لو كانت موجودة في كل وقت السنة لكن انتشارها في الوقت ده بيعمل لها نوع من الدعاية، بيخليها تيجي على الاذهان ويخلينا نروح نشتريها في الوقت ده. الشخص اللي بيعمل كده ده بياكل الاكل ده مش تعبدا لله ولا احتفالا بعيد. ما اقدرش اقول له انت مذنب او احرم عليه يشتري الاكل ده. وفي الاخر انا عايز اقول حاجتين مهمين قوي، مش بجزم بكلامي ولا بدعي باطلاق صحة اقوالي. قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. الحاجة التانية بقى اللي هي اهم حاجة في الفيديو ده، انا عايز اسأل الناس اللي بتاكل فسيخ سؤال مهم قوي. يا جماعة انتوا بتاكلوا الفسيخ ده ازاي؟ ردوا عليا بالله عليكم. انقلوا الفيديو ده بقى عشان الناس تستفيد لو يعني في استفادة. الحمد لله ليا احباب ومعارف كتير وكتير جدا بيعزموني بره، لكن عمري ما قبلت عزومه الا لما اخد اذن مراتي وموافقه ولادي. ايوه، لان مكاني وسطهم على السفره واحنا بناكل ده مهم وغيابي عنهم هيحزنهم، وعشان كده لازم اخد اذنهم. هم في الطبيعي طبعا بيأذنوا لي لان هم بيحبوني زي ما انا بحبهم، لكن برضو لو رحت كلت بره لازم اعوضهم واجيب لهم نفس نوعيه الاكل اللي انا باكلها. لو ما ينفعش اجيب نفس نوعيه الاكل دي لازم اجيب لهم حاجه شبيهه ليها او اللي هم يطلبوه. المهم ادخل عليهم بحاجه. من الرجوله والمروءه والدين انك تطعم زوجتك واولادك مما تطعم، ومراتك وعيالك يشوفوك بتعمل معاهم كده هيعرفوا بجد قد ايه انت بتحبهم وبتخاف عليهم. مراتك لو بنت اصول هتراعي لك الجميل ده، ويوم ما تغلط هتتجاوز لك عن غلطك لانك ليك حسنات كتير معاها. هو ده ديننا وشريعتنا ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي دي الحياة الزوجية الإسلامية. يا ريت توصلوا الفيديو بتاعي ده لكل راجل متجوز أو كل شاب على وش جواز. ربنا يرزقكم بالزوجات الصالحات والأزواج الصالحين ويهدي بيوت المسلمين. قولوا آمين.